ازيكم يا رجاله؟ عاملين النهارده رجعت لكم بفيديو جديد. فكرة الفيديو النهارده رجاله بقى ايه روبلوكس بقت متقسمه لتلاتة، واحده سيلكت، واحده كيدز، واحده عاديه، في مصايب، روبلوكس بلس بدل بريميوم، وعمو بيجيكوا شكله اعتزل والحاجات اتغيرت. واسيبكم مع الفيديو. سلام. المفروض اصلا طيب يا رجاله، المفروض اصلا روبلوكس اتقسمت لتلات اجزاء زي ما احنا قلنا. اطلقت روبلوكس يخرب بيت اطلقت روبلوكس الحسابات الجديدة تعتمد على العمر. وسعت نطاق ادوارات الرقابة الابوية والمستخدمين الذي قل اعمارهم عن 16 سنة. ستوفر حسابات روبلوكس كيدز وروبلوكس سيلكت إمكانية الوصول لمحتوى الإعدادات الاتصال الافتراضية المناسبة للفئة العمرية للمستخدمين الأصغر سنا. يعني بص يا رجالة، عندك هنا الصورة دي، عندك دي روبلوكس كيدز تحت ال9 سنين. دي بيبقى فيها ألعاب كيدز كده تجيلكوا هنا. ومفيش عملة اسمها روبلوكس أصلا يا رجالة، ولا بيشتغل الشات ولا بيشتغل أي حاجة. دي تحت ال9 سنين. احنا الحمد لله الصور بتاعتنا وكله تمام، بس لازم يتأكدوا ان تحت ال9. طب ما احنا ممكن نضحك عليهم يا يحيى وكده، لا مش هينفع. لازم يتأكدوا ان انت تحت 9 سنين او فوق 10 او فوق 15 سنة او تحت 16 سنة. لازم يتأكدوا كده عشان يعرفوا انت تبقى روبلوكس كيدز ولا روبلوكس سيلكت ولا روبلوكس العادية. روبلوكس العادية دي بقى تفتح فيها الشات والكلام ده. روبلوكس سيلكت لازم بقى تصور بطاقتك عشان الشات كده. عم المخترع انت لازم تصور بطاقتك عشان الشات، غير كده مفيش الكلام ده. هنا بقى ضغط 12 ابريل، ديفيد بازوك المؤسس بالقلم والرئيس التنفيذي. نقدم حسابين جديدين مصممين خصيصا للمستخدمين الصغار على منصة روبلوكس كيدز للمستخدمين من عمر 5 سنين إلى 8 سنين. روبلوكس سيلكت مش فاهم للمستخدمين من عمر 9 إلى 15 سنة. عند إطلاقهما في أوائل يونيو سيتيح هذه الحسابان الوصول إلى محتوى إعدادات التواصل والرقابة الأبوية بشكل أدق بما يتناسب مع عمر المستخدم. كما نعمل على وضع آلي أو الأهلية، هم كتبوا الأهلية. اختيار مستمر للألعاب المتاحة للمستخدمين دون سن 16 عام. سيجمع هذا التحديث من التحكم في العمر والإعدادات الافتراضية على مستوى الحساب. بص، هيطلب منك معلومات أقسم بالله الحكومة ما تجيبش المعلومات دي. لما الحكومة توقفك في كمين كده تقول لك بطاقتك، خلاص بتمشي، يتأكدوا على بطاقتك وتمشي. دول بقى يطلبوا بطاقتك، هويتك، تاريخ ميلادك. بص هينفخوك عشان بس تشغل الشات. بص، ضمن اطار عمل موحد للمستخدمين الصغار بناء على معايير ومش عارف فلازم يتحققوا من عمرك. كان روبلوكس كيدز هيتحققوا برضو من عمرك، بس بطاقة بقى وكده الكلام ده. انت عايز تشغل الشات على روبلوكس مش كيدز، اللي انت مش هتنفع اصلا تشغل الشات. انت لسه صغيرة تتكلم هتديك قلمين على بص يا رجاله كده. سيقوم نظام حساباتنا معتمد على العمر التلقائيا بتخصيص حساب روبلوكس كيدز المستخدمين. احنا قلنا 5 و8 سنين، تحت ال9 سنين على طول يا رجاله. تحت ال9 سنين هتبقى روبلوكس خلاص. والولدين المتدمرين ستطابق هذه الحسابات مع كتالوج محدث باستمرار يحتوي على آلاف لعب. احكي لكم برضو على حاجه هتبسطكم قوي مره. فيديو لسه الفيديو مكمل طويل يا رجاله. فيديو كمان شويه بقول لكم عليه بعدين. حسابات روبلوكس للأطفال سيقتصر الوصول على الألعاب التي تحمل بسيط أو خفيف تنظيف نضج المحتوى. هجيب لكم ألعاب بسيطة خفيفة كده، فاهمين بقى. روبلوكس تبقى طماعة رجاله. هجيب لكم ألعاب كده ملهاش أي 60 لازمة في بعض، أقسم بالله. طيب يا رجاله، وهنا مفضلة أدناها جميع الاتصالات محترمة افتراضية.
حسابات روبلوكس مش عارف ايه، ده تطبيق الاشاره لنوع الحساب. طيب حسابات روبلوكس اللي هي روبلوكس سيلكت اللي هي من 9 ل 15 سنه. تخصص حسابات روبلوكس سيلكت. انا الصراحه يا رجاله هجرب روبلوكس سيلكت دي عشان انا فعلا 10 11 سنه كده، داخل 10 سنين، اولى 10. فانا هجرب روبلوكس سيلكت دي اشوفها يعني حلوه ولا لا. بيقول لك هينزل بقى ايه في روبلوكس، يعني دي العاب بسيطه خفيفه كده، معرفش ايه الالعاب البسيطه خفيفه يعني، مثلا ادوبت مي كده يعني. هنا بقى الالعاب بتاعت روبلوكس نزل لك بقى جاردن رايفلز، بتاع كده اسمه ايه، اسمها ستيلا برين روت دي، سكيب تسونامي، بلانت ذيس برين روت، حاجات زي كده. وهنا بيقول لك كونتنت من تقدم حساب كيدز روبلوكس عادي. عندما تبلغ 16 عاما ستفتح روبلوكس العادية. ممكن التحديث ده دمر روبلوكس، بس اقول لكم على حاجه مش هتدمر روبلوكس خالص، اصبروا بس. ستنتقل المستخدمون تلقائيا الى حساب مناسب لعمرهم. عمليه تقييم مستمر لاختيار الالعاب الديمقراطيه، وكما هو الحال دائما في ماشي. كل دي اخبار بقى تبقى تقراها مع نفسكم يا رجاله. وايه ده؟ لا روبلوكس استوديو بقى، لا انا بقول لكم روبلوكس استوديو ما تعملش فيها حاجه عشان انا عايز اصنع ماب، ما تعملش فيها حاجه يا رجاله. شكل روبلوكس كيدز الجديد يعني، بصوا كيدز فعلا رجاله، روبلوكس كيدز. ودي شكل روبلوكس سيلكت. كان روبلوكس بقى روبلوكس العاديه يعني رجاله. بص يعني تقريبا هتبقى طماعه عشان كده تقول لك سبسكرايب تو بابلش مش عارف ايه دي. يجري روبلوكس تغييرات على الشروط الأهلية رفع الألعاب على المنصة، ننشر جميع الأعمار. أصبحت الآن بحاجة إلى روبلوكس بلس، تحكم الهيئات، تحكم العمر، تفعيل تحقق وخطتين. شفتوا بقى روبلوكس بلس دي هقول لكم عليها دلوقتي. وأن يكون حسابك في حالة جيدة. ستقوم روبلوكس أيضا بتشغيل الألعاب من خلال تجارب لضمان أن تفاعل حقيقي. لا إيه كل هنقرأ كل ده ليه؟ 600,000 مستخدم. طيب يا رجالة هنعرفكم بقى إيه على بتاع الجديد ده بقى رجاله. هيبقى بدل البريميوم المعفن رجاله جيت روبلوكس بريميوم ده رجاله، اسمها جيت روبلوكس بريميوم دي 1000 روبوكس كل شهر، 35% روبلوكس بروشنز. عارفه يا رجاله ملهاش اي 60 30 60 لازمه حرفيا يعني. دي بقى هتبقى يعني اسمها بلس، دي هتبقى بدل دي يا رجاله، هتبقى بدل روبلوكس بريميوم المعفنه اللي في البتاع ده. هي بقى هتبقى بدل، شايفين دي هتبقى جامده جدا 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 رجاله. ليه بقى؟ توفر لكم روبوكس مجاني، كل شهر تاخدوا روبوكس مجاني. دي $5 بس يا رجاله، وانا مش دافع فيها جنيه حتى. هو كده بقى وحتى رجاله بتوفر لكم حاجات كتير جدا 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 جدا. البتاع بقى هتتقلب، التسجيل هيبوظ بس بقول اهو. فروبلوكس بلس دي برضه يا رجاله لو عايزين تعملوا سيرفر من غير ما تدفعوا روبلوكس بلس بتقدم لكم كده يا رجاله. بس عشان بس اقول لكم كده هي كده بقى. فانا رجاله دي شكل البلس البتاعه دي الجديده والكلام ده، وكل ده في خبر واحد يا رجاله. فاهمين حاجه؟ كل ده التحديث الجديد اللي هو ان شاء الله جاي، وان شاء الله ما يتعملش اصلا. هو كده بقى ندفع $5 عشان نتهذب كرامتنا ونفضح. $5 عشان بس نعمل سيرفر خاص يا رجاله. اعمل عادي بروبوكس منشورات معلقه ليه النت مال يعني النت بتاعي سيء للغايه يا رجاله. بيقول لك البتاع دي الكلمه الفرنسيه اللي كانت المره بتاعت كونشين هتظهر عندكم على الشاشه يا رجاله بقى عشان ايه انا مش عارف. دي غيروها تبقى بدل فريندكس. ايه ده؟ في حساب اسمه روبلوكس يا رجاله. ايوه هنا فري ماشي يا رجاله. عامل ماب اسمه روبلوكس ار سي ولا ده مش عارف جيم باس، وعنده شويه حاجات بروبوكس تفتح النفس، تسد النفس يا رجاله. اسمه اهو عنده علامه الفيريفيد دي. طالما مصاحب بازوكي مش مصاحبه يا رجاله. طيب طالما ار سي مش عارفه اللي جاب الكلمه الفرنسيه دي حولوها بدل الكلمه الفرنسيه اللي ظهرت على الشاشه من شويه دي الفريندس يا رجاله. انا دلوقتي عندي فريندس، كان عندي كلمه كونكشن من زمان دي
عندي دلوقتي فريندز يا رجاله. مش عارف اقسم بالله النت اللي عم فيها يا رجاله، كل شويه اعيد وازيد. اقول لك بقى يا رجاله ايه، يعني تدفع حاجه يجيلك مجانا لو جبت الروبلوكس بلس دي يا رجاله. يعني مثلا لو حاجه ب1000 روبوكس 900 روبوكس كده يعني. بيقول لك هنا 299 300 روبوكس يعني بتاعت الشهر البريميوم المعفنه دي. ارت سي بريميوم ابني ايه دي والله ممكن نشتريها. والله يا رجاله لو جات لي اقسم بالله شاريها من غير ما افكر على طول. فريندز بقى وشويه شغل ماشي. ازيك يا عم بازوك، عامل ايه؟ منور يا راجل، فينك من زمان. لو كون خلصنا الفيديو الخميسي بتاعنا او الجميل بتاعنا، مش عارف بقى يا رجاله ايه حرفيا حرفيا جمدان الرجاله، جمدان جامد. ان شاء الله لو عايزيني بقى اعمل فيديوهات اخبار زي دي قولوا لي بقى في التعليقات. انا والله اول خبر اخر خبر عملته بتاع جون بالليل ده، ما عملتش اخبار تاني يا رجاله. فقولوا لي بقى ايه لو عايزين ايه اعمل لكم كده وادلع بقى واروق عليكم، قولوا لي. بس انا ممكن اروق عليكم شويه فيديوهات يعني زي العسل كده زيكم يا رجاله، زيكم زي اللي عمل لايك واشتراك حبيبي. نسيت اقول لكم اعملوا لايك واشتراك واتفرجوا كده وخلاص، من غير ما تعملوا لايك واشتراك تستفادوا ايه يعني؟ ما عملتوش لايك سبسكرايب بس دوس لا مش بفلوس يعني يا رجاله. يخرب بيت امي كده بقى يا رجاله بقى. البتاع دي مش هتتعدي، النط مش شغال، الجامب مش شغال يا رجاله. نركز على الجامب، ايوه الجامب. والله عايز ابيع التليفون بتاعي. طب كده يا رجاله خلصنا الفيديو بتاعنا، هشوفكم بقى في ايه فيديو جديد. سلام عليكم.